السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف حالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أخوتي غندير معكم إن شاء الله واحد الكيك اللي كيجي رائع بمذاق خرافي. صراحة واحد الكيك اللي شغنقول لكم تيجمع ما بين الخضر وما بين الفواكه الجافة، كيجي رائع، يعني كيك الجزر ولكن بطريقة اللي رائعة، وكتجيب واحد الكريمة اقتصادية جدا. كيجيو صراحه ما نقول لكم، راه المذاق خصكم تجربوه عاد تعرفوا المذاق كيفاش داير. وكنتمنى خوتي الا عجبكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم، وتوصلوا ان شاء الله لاكبر عدد من اللايكات، لان التفاعل قل بزاف في هذه الايام صراحه. وكنبغي نشكر اخوتي من هذا المنبر جميع الاخوان والاخوات اللي دائما كيدعموني بالتعاليق ديالهم الزوينه اللي كتحفزني وباللايكات ديالهم. شكرا لكم، الله يجازيكم بخير. ودابا ان شاء الله غادي نبداو في الوصفه ديالنا اللي غنحتاجو فيها ان شاء الله هنايا 3 الحبات ديال البيض اللي يكونوا بحراره الغرفه. غادي نضيف لهم هنا واحد القبيصه ديال الملح وكاس الا ربع ديال السكر. الا كنتو ما كيعجبكمش السكر بزاف تقدروا تضيفوا غير نصف كاس من السكر. وغادي نطرب الكل جيدا. تقدروا كذلك تطربوهم حتى بالطراب يعني الكهربائي الا بغيتو، او لا في كاس الخلاط الكهربائي. صافي بعد ما كيطربوا ليا جيدا هنا كنضيف نصف كاس من الزيت، وغادي نستمر في التطريب حتى يتجانسوا مع بعضهم. من بعد هنا غادي نضيف واحد الملعقه صغيره ديال الزنجبيل، ونصف ملعقه صغيره يعني نصف ملعقه صغيره او راس ملعقه صغيره ديال القرفه مطحونه. وغادي نطرب الكل جيدا. من بعد هنايا غادي نجيب الكاس الاول ديال الجزر اللي مبشور في المبشره، يعني اللي كتكون غليظه. وهنا غادي نضيف الكاس الثاني، هنا 2 كؤوس ديال الجزر مبشورين. هنا عندي 2 ملاعق كبيره ديال الكركاع اللي كسرته غير بيديا، يعني تيكون مهرمش ولكن تنهرمشو غير بيديا. 2 كؤوس قلنا ديال الجزر، و2 ملاعق كبيره ديال الكركاع مهرمش. هنا كنضيف الدقيق. هنا بالنسبه لكميه الدقيق كنضيف هنا الكاس الاول، وكنحاول نمزجو مع هذوك العناصر الاخرى. بعد ما كيمتزج ليا جيدا غادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق الابيض، وغادي نضيف ليه 2 اكياس من خميره الحلويات من فئه 7 غرام، يعني ما مجموعهما 14 غرام. وضروري ما نغربلو هذا الشيء مزيان، ما ديروش الدقيق ديالكم مباشره، ضروري تغربلوه. صافي غادي نغربلوه هكا مزيان، ومن بعد غادي نخلط الكل جيدا. كيف شفتوا هذا التجانس اللي غادي يكون ان شاء الله ما بين هذاك الجزر والجوز او الكركاع وما بين القرفه والسكينجبير، راه واحد المزيج اللي غزال بزاف وصحي كذلك. ممكن كذلك اخوتي لو ديروها صحيه 100% تقدروا كاع تستغناو على الدقيق الابيض وديروا الدقيق الكامل، لكم الاختيار. صافي هنا اصبحت عندي القوام هو هذاك، يعني متناسق. هنا كنجيب واحد المول هنا القطر ديالو 24 سنتيم، دهنته بالزبده وشطو بالدقيق وفرشت ليه ورق زبده في القاع، يعني هذاك غير انا يعني كنديرو احتياطا. ممكن الا كان عندكم المول تاعكم ما كيسخش تقدروا تكتفيو غير بالدقيق فقط ولا الزبده. صافي غادي نفرغ هنايا الخليط ديالي جيدا، نحاول نوزعو داخل المول، وغادي نحاول هكا نضرب به شويه داك المول مع الارض هكا باش هكا دوك الفقاعات حتى هما يتحيدوا وياخذ المكان ديالو. هنا في هذا الاثناء راه الفرن ديالي مسخن على 180 درجه، غندخلو نشعل عليه غير من التحت فقط حتى يطيب لينا ويتحمر من الجوانب، عاد نشعلو عليه من الفوق. هنا كيف كتشوفوا اخوتي انا كنوريكم، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيطيبون با، كيفاش كتجي الكيكه ديالنا اسفنجيه، كتجي ناجحه 100%. هنا غادي نقلبها في صحن التقديم على هذا الشكل اللي كتشوفوه. هنا راه باقي ساخنه، كتصبح عندنا على هذا الشكل. هنا غادي نحاول نزول ورق الزبده. كيف قلت لكم هذا ورق الزبده تيبقى غير اختياري، انا درته غير احتياطا فقط، لان كيف كتشوفوا راه عندنا الجزر وعندنا يعني الجزر والسكر، يعني خفت انا اللي تلصق ليا في المول. نتوما تقدروا ما تحتاجوش كاع. هانتوما اخوتي شوفوا كيفاش كيجي الكيك، كيجي عالي وكيجي غزال. غنخليوه يبرد على جنب، وبعد ما كيبرد تماما هنا كنجي باش نصوب الكريمه. هنا بالنسبه للكريمه هنا كنحتاج هنايا 3 القطع ديال الجبن المثلث، او تقدروا ديروا حتى المربع، وتقدروا ديروا حتى 4 القطع الا بغيتوا، او ممكن ديروا حتى الجبن ديال يعني ديال العلبه، ديروا واحد 3 معالق كبار. هنا كيف شفتوا نوريكم هذه الكريمه شونتي اولا، هذه كريمه ديال اولا.
ديال الخاصه بالحلويات ديال 5 دراهم، يعني راه رخيصه. هنا كيف كتشوفوا هنا راه ماشي سائله لانني كنت دايرها في المجمد. ضروري ديروها خوتي في المجمد باش هكا تعطيكم نتيجه جيده. هنا كنحاول نطربها بالطراب الكهربائي جيدا مع داك الجبن حتى يتماسكوا مع بعضهم على هذا الشكل اللي كتشوفوا. كيف قلت لكم ضروري ديروا هذيك القشده ديالكم ديروها في المجمد اولا في الثلاجه حتى تبرد لكم مزيان. انا صراحه كنت دايرها في المجمد حتى بردات ليا مزيان. شوفوها نتوما هكا باش تعرفوا ان الكريمه تاعكم راه ناجحه 100%. كل ما كانت بارده مزيان كل ما كتطلع معكم يعني بسرعه وكتجي ناجحه. هنا كيف كتشوفوا تنحاول ايطالي الكيك ديالي بهذيك الكريمه من الفوق على هذا الشكل اللي كتشوفوا. صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل الكريمه كاملها اللي عندي ونغطي الكيك ديالي كامل بالكريمه. انا صافي بعد ما غطيت كلشي. هنا بالنسبه لنا للتزيين لكم الاختيار، زينوا باش ما بغيتوا. انا هذا غير اقتراحات مني. انا كنحاول داك الظهر ديال الملعقه تنشكل بها هكا يعني خطوط على هذا الشكل اللي كتشوفوا كيعطينا واحد المنظر زوين. او ممكن تقدروا تخليوه هكاك سامبل عادي ماشي مشكل. هنايا غادي نجيب شويه ديال الكركاع اللي كما قلت لكم حتى هو كسرته غير بيديا. تنحاول نديروه هكا من الفوق باش يعطينا واحد الغابيل كوم كوا راه عندنا لداخل الكركاع او الجوز راه كاين لداخل يعني كيكون بحال شكل غابيل. وهكا خوتي كتكون الكيك ديالنا جاهزه. كتجي واحد الكيك اللي رائعه. ضروري خوتي تجربوها. اكيد ما غاديش تندموا عليها وتقدروا تجربوا. اكيد اللي شافها عندكم او لا داقه عندكم غادي يطلب منكم المقادير انا متاكده. لان انا اللي داقه عندي كيطلب ليا فعلا المقادير كتعجبو بزاف. خصوصا ملي كعرفها انها بالكركاع وبالجزر. هانتوما خوتي انا كنقطع لكم واحد القطعه باش تشوفوا عن قرب الكيك ديالنا كيفاش كيجي القوام ديالو. والكريمه حتى هي ديالتنا كيفاش كتجي. شوفوا ما شاء الله الكيك راه اسفنجي مهوي تيجي غزال ما شاء الله. انا نوريكم عن قرب وكيتقطع بكل سهوله. وديك الكريمه كتعطيه واحد المذاق داك المزيج ما بين ديك الكريمه وما بين هذاك الكيك تيجي واحد المزيج رائع. هانتوما ما شاء الله شوفوا. نتمنى اخوتي انكم تجربوا هاد الكيك هذا وانكم تفاعلوا اخوتي باللايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش هكا تعم الفائده ويوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. واللي كيشوف القناه ديالي اول مره نتمنى انه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش دائما يوصلوا كل جديد. شكرا لكم بزاف على المشاهده ديالكم وعلى اللايكات ديالكم والتعليق الزوينه ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله.